السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتكلم على قضية جدا في غاية الحساسية، وهي وزارة الصحة، وخصوصا بعد ما تجاوز حد موضوع الشو الإعلامي التي تنتهجه قيادات وزارة الصحة خلاف ما هو حاصل على أرض الواقع. ورسالة اليوم لا نوجهها لوزير الصحة، لأن وزير الصحة خاطبناه وحاولنا التواصل معه عبر الواتساب عن طريق رسائل نصية، لكن لا هو ولا قيادات وزارة الصحة يعني قابلين في النقد أو على الأقل الاستفسار وتبيان الأمور. لذلك نوجهها مباشرة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، وأنا ذكرت في نقاط هنا عشان نكون واضحين ومحددين. أولا يا سمو الرئيس الشيخ جابر مبارك حفظك الله، احنا كل اللي نبيه انه يكون في تشكيل لجنة محايدة من خيرة الاستشاريين تكون من داخل الكويت ومن خارج الكويت، وأن ينظرون للقضايا التي سأذكرها الآن، والتي تدلل بما لا يدع مجال الشك أننا فعلا لسنا بدولة تمتلك هذه الإمكانيات المالية وهذه العقول النيرة التي يراد منها أن تهبط إلى القاع ولا تتحدث ولا حتى توجه النصيحة. أولا، بطاقات عافية المتقاعدين كان يفترض أنها تضم جوانب كثيرة، من ضمنها الركب ومن ضمنها الأسنان ومن ضمنها النظارات، وهذا ما صار على شيء، وآخر شيء طلع يقولون فيه إشاعات على موضوع تجاوزات في الأرصدة وخلافه. هذه قضية افتتاح مستشفى الجهراء الجديد. طبعا افتتح تشغيله يعني علم عند الله، ويقال أن مستشفى جابر افتتح مؤخرا وقبل مركز صباح الأحمد للحوادث. القضية مش قضية افتتاح مستشفى، وأنا أعلم أن القصد منها الشو، أن تحط لوحة وأن افتتح مستشفى كذا في عهد الوزير الفلاني كذا، فهي للشو. فرجاء نحن نتحدث عن قضية تشغيلية. عادة استشرت يعني كثير من الاستشاريين والإخوان اللي طبعا يعني أصحاب مؤهلات محترمة، يعني حملة بورد أمريكي كندي وإدارة مستشفيات وخلافه، قال أن في الغالب في الدول المتمكنة يتم التشغيل وفق إمكانيات وفق كوادر طبية وكل شيء، لكن نحن وفي الدول يقولون في الدول التي يعني لديها مشاكل أو بيروقراطية أو أن وضعها المالي تعبان يتم التشغيل التدريجي. دولة نفس الكويت ولديها الخيرات الكثير وتفتح المستشفيات وتفتح المدارس في الخارج والطرق، ما تبدأ تشغيل تدريجي على استحياء. وفي مستشفى جابر قبل مركز الأسنان. طيب وين المشغل الدولي؟ وين المركز الطبي المحترم الدولي اللي راح يشغل الأمر هذا؟ فأعتقد أن هذه نكسة. القصد من ترى المسألة مش مسألة أنك مبنى تفتحها، المسألة اللي بعده. هل صحيح بعض الإنجازات التي قام بها الوزير الحالي كانت بالفعل لوزراء سابقين؟ ليش يهضمون حقهم؟ هذه قضية جدا حساسة. نقص الأدوية والمحاليل وعدم توافر الأسرة. من السبب؟ دعامات القلب في مستشفى الأميري ما هي حكايتها؟ كارت الضمان الصحي منهم متسبب فيها؟ إهمال الملفات وفقدانها. شركة إدنا الأمريكية واستخدام الهيئة التمريضية. العلاج بالخارج، يعني يا سمو الرئيس العلاج بالخارج أكبر نسبة علاج بالخارج حصلت في الكويت. والمشكلة أنه حاليا أنا لدي حالة لشخص أعرفه، عيسى محمد، حاليا في فرنسا مرافق لوالده، عنده مشكلة في ورم حميد في الغدة اللعابية. الإخوان يقولون لا يبا هذا ورم حميد ما يتعالج، تعال بالكويت. ويعلم وزير الصحة علم اليقين بأن هذه العملية إزالة الورم الحميد من أخطر العمليات، ولا يوجد شخص جراح ماهر، واستشرت كثير من الجراحين، لا يوجد شخص ماهر وممكن أن تتسبب بعاهة مستديمة بالمريض. يعني وصل فينا الاستهتار بصحة الناس لهالدرجة هذه. مراكز تبنى ولا فيها هيئة تمريضية ولا في محاليل، الناس تروح حق مختبرات خاصة وغير الهيئة التمريضية. يعني الشو، وقف الشو. أما سالفة مستشار الوزير اللي يعطي معلومات مغلوطة في وسائل التواصل الاجتماعي، هذا يفترض أن تعالج حالته، ويفترض أن نسأل الوزير هل يعقل يا وزير الصحة أن يكون طبيب متخصص في الجهاز الهضمي يدخل مريض عنده ويعطيه إبرة التخدير لعمل منظار قولون، ويأتي اتصال من عيادته الخاصة ويترك المريض على السرير يروح؟ هل يعقل أن يكون في نفس هذا شخص عامل في وزارة الصحة؟ اتقوا الله. سمو الرئيس الله يرحم والديك، نفضة بس لوزارة الصحة وشيل العالم هذه، وأي واحد يحاول يعمل شو قول اتكل على الله، يا تشتغل لإنجازات يا اتكل على الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.